السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في رابعة ابتدائي، أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة مس مروة للدراسات الاجتماعية. معادنا النهاردة يا حبايبي وتاني درس أنواع وسائل النقل في حياتي. تعالوا بينا نشوف أنواع وسائل النقل اللي موجودة واللي متاحة. قبل ما نعرف إيه هي أنواع وسائل النقل تعالوا بينا نعرف المقصود بالنقل المستدام. يعني إيه هو النقل المستدام؟ عبارة عن استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة. وسائل النقل دي يعني المواصلات زي العربيات مثلا بتستخدم ايه عشان تمشي؟ مصادر طاقة نظيفة زي الكهرباء والطاقة الشمسية. هو ده النقل المستدام، عبارة عن وسائل نقل زي عربيات مثلا بتستخدم ايه؟ مصادر طاقة نظيفة عشان تمشي زي الكهرباء والطاقة الشمسية. يبقى النقل المستدام استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة مش بتلوث البيئة، تستخدم بدورها اللي هي مين؟ وسائل النقل مصادر طاقة نظيفة زي الكهرباء والطاقة الشمسية. نقول من تاني، النقل المستدام هو عبارة عن ايه؟ استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة تستخدم بدورها مصادر طاقة نظيفة مثل الكهرباء والطاقة الشمسية. مصر شاركت في مؤتمر النقل المستدام اللي اتعمل في بكين بالصين، وبتهتم بتطوير وتحسين وتحديث كل أنواع وسائل النقل. مش بس بتشارك في المؤتمرات زي مؤتمر النقل المستدام اللي اتعمل في بكين، لا بتطور وبتحدث كل وسائل النقل اللي موجودة أو اللي متاحة فيها. طيب يا ترى ايه هي وسائل النقل اللي موجودة في مصر؟ معايا أول حاجة النقل البري اللي هو على الطرق، والنقل المائي اللي هو في البحار والأنهار والمحيطات، ومعايا كمان النقل الجوي اللي هو في الجو اللي هو الطيارات. نبدأ بالنقل البري اللي بيتضمن وبيشمل السكك الحديدية زي القطارات دي بتربط ما بين المدن والمحافظات بتاعة الوجه البحري اللي هي في شمال مصر، ومحافظات ومدن الوجه القبلي اللي هي في جنوب مصر. محافظات الوجه البحري يا حبايبي الحلوين بنسميها الدلتا، ومحافظات الوجه القبلي بنسميها الصعيد أو صعيد مصر. القطارات بقى اللي هي القطارات احنا بنسميها القطارات بتوصل ما بين شمال مصر وجنوب مصر، ما بين الوجهين البحري والقبلي. عندي نوعين من أنواع القطارات في مصر، قطارات بتنقل البضائع اللي هي البضائع، المنتجات، السلع، الخضروات، الفاكهة، كل الحاجات اللي بيستهلكها البشر أو بتستهلكها الشعوب أو بتستهلكها الأمم. وتاني نوع عندي قطارات نقل الأفراد اللي هي بتنقل الركاب. يعني في مصر عندي نقل بري منه سكك حديدية زي القطارات اللي بتربط ما بين الوجه البحري والوجه القبلي، ودي بتشمل حاجتين: قطارات بتنقل البضائع من مكان للتاني، ونوع تاني بنسميه قطارات بتنقل الأفراد أو الركاب من محافظة للتانية، من مدينة للتانية، من شمال مصر لجنوب مصر أو من جنوب مصر لشمال مصر. عندي تاني نوع في السكك الحديدية مترو الأنفاق، وده بيربط ما بين 3 مدن مصرية اللي هي القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة اللي موجودة في محافظة القليوبية. مصر بتعتبر أول دولة عربية وأول دولة إفريقية اتعمل فيها مترو الأنفاق. مترو الأنفاق اتعمل فين؟ في مصر، وهي بتعتبر أول دولة عربية، أول دولة من الدول العربية، وأول دولة من الدول الإفريقية اتعمل فيها مترو الأنفاق اللي بيربط بين 3 مدن مصرية هي القاهرة والجيزة، وكمان معهم شبرا الخيمة اللي موجودة في محافظة القليوبية. يا ترى لمترو الأنفاق أهمية؟ طبعا مترو الأنفاق له أهمية لأنه بيعتبر الخط الأول لمترو الأنفاق بتاع القاهرة. ده أول خط اتعمل في مصر، عشان كده سميناه الخط الأول، موجود في القاهرة. هو أول خط مترو أنفاق اتعمل في إفريقيا والشرق الأوسط. طيب يا ترى الخط الأول ده اللي اتعمل في القاهرة اللي بنعتبره أول خط مترو أنفاق اتعمل في الشرق الأوسط كله وفي قارة أفريقيا كلها.
طيب ده خلّى مصر بتكون لها الريادة، يعني الدولة الرائدة في مجال مترو الأنفاق، ما فيش دولة في أفريقيا ولا في الشرق الأوسط اتعمل فيها مترو أنفاق قبل كده، فعشان كده مصر خدت دور الريادة، إنها تستخدم وسيلة النقل المتطورة دي. طبعًا دي وسيلة نقل جماعي يا حبايبي، بتنقل أكبر عدد من الركاب، يعني مش بتنقل راكب، لأ بتنقل بقى مئات وآلاف الركاب. مترو الأنفاق ده بينقل يوميًا مئات وآلاف الركاب من بيوتهم لشغلهم أو مدارسهم أو جامعاتهم، ومن بيرجعهم تاني لبيوتهم بعد ما بيخلصوا شغل أو مدارس أو جامعات. وسيلة النقل المتطورة دي اللي هي مترو الأنفاق بتحقق الأمان، وسيلة نقل يعني فيها أمان، تمام، كمان راحة، الراكب وهو رايح من مكان للتاني بيحس بالراحة، وكمان بتوصله بسرعة. دي اللي بيميز مترو الأنفاق، إن هي فيها أمان، وسيلة نقل أمان، كمان فيها راحة، تمام، مهيش متعبة للركاب اللي رايحين من مكان للتاني، وكمان سرعة بتودي الناس وتنقلهم بسرعة. بالإضافة لكده مترو الأنفاق عندها قدرة إنها تنقل أعداد كبيرة من الركاب، زي ما قلت ممكن مئات وآلاف الركاب على مدار الشهر كله، قلت لها نقلت فوق 50,000 راكب أو أكتر أو أقل على حسب بقى طبعا عدد الركاب. يعني بيقولك مثلا الطاقة الاستيعابية، يعني استيعاب الخط التاني الخط التاني لمترو الأنفاق بيقدر يستوعب 1,000,000 راكب يوميا. تخيلوا كل يوم بينقل 1,000,000 راكب من مكان للتاني، من بيوتهم لشغلهم أو العكس. تخيلوا الرقم يا حبايبي الحلوين، ده الخط التاني، فما بالك بقى باستيعاب الخط الأول. الخط الأول ده يقدر ينقل كام راكب يوميا؟ يبقى أهمية مترو الأنفاق إن نعتبر إن الخط الأول اللي اتعمل في القاهرة هو أول خط مترو أنفاق اتعمل في قارة أفريقيا كلها، وكمان في منطقة الشرق الأوسط كلها. ده خلى مصر عندها الريادة إنها تبقى دولة رائدة في استخدام وسيلة النقل المتطورة دي، ودي وسيلة من وسائل النقل الجماعي بتنقل يعني أفواج كبيرة أو يعني أعداد كبيرة. كمان وسيلة مترو الأنفاق من الوسائل اللي بتحقق للركاب الأمان والراحة والسرعة، وعندها قدرة استيعابية بتقدر تستوعب أعداد كبيرة من الركاب. يعني هو عطينا مثال إن الخط التاني لمترو الأنفاق بيقدر يستوعب لحد 1,000,000 راكب يوميا، يعني في اليوم الواحد. تعالوا بينا ناخد بقى وسائل النقل اللي بتمشي على الطرق المرصوفة. خلاص خدنا السكك الحديدية، ودي طرقها مختلفة عن الطرق المرصوفة. نبدأ بقى نشوف وسائل النقل اللي بتمشي على الطرق اللي بتنقل الركاب من محافظة للتانية أو من مدينة للتانية. أول حاجة معايا السيارات والأتوبيسات، العربيات والأتوبيسات دي بتنقل الركاب من مدينة للتانية، من محافظة للتانية، من الوجه البحري للوجه القبلي، أو من الوجه القبلي إلى الوجه البحري. عندي تاني حاجة الشاحنات اللي هي مفردها شاحنة، ودي بتتخصص ومتخصصة في نقل البضائع بقى، مش بتنقل ركاب. هنا بتنقل بضائع من محافظة للتانية، من شمال مصر لجنوب مصر. يبقى عندي من ضمن وسائل النقل اللي بتمشي على طرق مرصوفة أول حاجة السيارات والأتوبيسات، ودي بتنقل الركاب أو المسافرين يعني. تاني حاجة عندي الشاحنات، ودي بتنقل البضائع. مصر بتهتم إنها تطور الطرق المرصوفة. إزاي؟ بتعمل طرق بمواصفات عالمية، يعني مواصفات فيها تقدم وتقنية وتطور، من حيث إن المواصفات بتكون بتخطيط عالي طبعا وجودة عالية. وكمان الطرق الجديدة اللي بتتعمل بتقدر تواجه الظروف المناخية اللي بتحصل، زي الأمطار، السيول، ودرجات الحرارة. طبعا في درجات حرارة في الصيف بتختلف عن درجات الحرارة اللي في الشتاء. الطرق الجديدة اللي معمولة بتهتم إنها تكون بمواصفات عالمية، مواصفات حديثة، من حيث ان تخطيطها كويس وجودتها عالية، تقدر تواجه اي ظروف مناخية ممكن تحصل، الامطار اللي بتحصل والسيول ودرجات الحرارة اللي بتختلف من فصل للتاني، من وقت للتاني، من الربيع للخريف للشتاء للصيف. كمان مصر مش بتعمل طرق بمواصفات عالمية بس، بتعمل كباري ومحاور. محور بينقل الركاب، محور بيساعد على ان الناس تقدر توصل من مدينة للتانية بسهولة، من محافظة للتانية بسهولة. طيب ليه مصر عملت الكباري والمحاور؟ عشان تخفف الضغط المروري
في ضغط مروري على كتير من الطرق المصرية، عشان كده مصر اتجهت إنها تعمل كباري ومحاور. الكباري والمحاور بتقلل الحوادث، لما يبقى في عند ضغط مروري بتحصل لا قدر الله حوادث، فعشان مصر تقلل الحوادث دي عملت الكباري والمحاور. كمان الكباري قللت المسافات، بدل ما أمشي كيلوات زيادة، بدل ما أجي أروح من محافظة للتانية أخد 3 4 5 ساعات، تمام، لأ هي قللت المسافة، أوصل في ساعتين، ساعتين ونص بالكتير، بدل ما تبقى 5 ساعات قللت المسافة، لأن لما المسافة بتتقلل زمن الرحلة بيقل. يعني مثلا المسافة أكتر من 60 كيلو، أكتر من 100 كيلو، بتبقى الوقت طويل. طيب لو أنا عملت محور بيقلل المسافة، هيبقى الوقت هيقل، بدل ما اوصل في 4 و5 و6 ساعات، لا الرحلة هتبقى ساعتين ونص 3 بالكتير. يبقى مصر اهتمت انها تطور الطرق المرصوفة بيها. ازاي؟ بانها بتعمل طرق بمواصفات عالمية، كمان بتعمل كباري ومحاور عشان تخفض الضغط المروري وتقلل الحوادث اللي بتحصل، وكمان بتقلل المسافات وبتقلل او بتخفض من زمن الرحلة من محافظة للتانية، من مكان للتاني. النقل المائي، أهميته والوسائل بتاعته. نبدأ بأهميته. يا ترى أهمية النقل المائي بتتلخص في إيه؟ أرخص وسائل النقل، يعني التكلفة المادية قليلة بالنسبة لوسائل النقل التانية، ونقدر نستخدمه في نقل البضائع كبيرة الحجم، بضائع الكبيرة جدا جدا. كمان ثقيلة الوزن اللي ما تقدرش تنقلها السيارات مثلا، أو الشاحنات اللي بتنقل البضاعة لها حمولة أو استيعاب حمولة معين، ما تقدرش إنها تنقل البضاعة الكبيرة في الحجم ولا اللي وزنها تقيل. فعشان كده النقل المائي مهم في إنه أرخص وسائل النقل، أرخص من الشاحنات مثلا، وكمان نقدر نستخدمه أو بيستخدم في نقل البضائع كبيرة الحجم واللي وزنها ثقيل. يا ترى إيه وسائل النقل المائي؟ وسائل النقل المائي متعددة، يعني موجود كتير منها، زي السفن والمراكب والأتوبيسات النهرية. السفن والمراكب والأتوبيسات النهرية اللي بتمشي في نهر النيل. يبقى عندي 3 وسائل من وسائل النقل المائي، نقول مع بعض: السفن والمراكب والأتوبيسات النهرية. النقل المائي في عندي نقل نهري اللي هو في النهر، ونقل بحري اللي هو في البحار ومصر فيها كام بحر؟ فيها بحرين. تعالوا بنا نشوف. النقل النهري بنستخدمه في نقل المواد الخام اللي الصناعة محتاجاها، كمان نقدر نستخدمه في نقل الركاب من مكان للتاني، كمان في النزهات النيلية. طبعا عارفين في الأعياد والمواسم زي شم النسيم وعيد الأضحى وعيد الفطر وبقية الأعياد والمناسبات اللي موجودة في مصر، الناس بتخرج تتفسح، بيقول لك تعالوا نتفسح في النيل. هي الفسحة في النيل؟ نزهة نيلية، إن احنا نركب مركب في النيل، نتفسح في النيل. يبقى النقل النهري بنستخدمه في حاجتين: بننقل بيه المواد الخام اللي الصناعة محتاجاها، كمان بننقل بيه الركاب. وفي عندي كمان استخدام تاني اللي هو النزهات النيلية أو الفسح النيلية. النقل البحري عن طريق قناة السويس وموانئ مصر اللي موجودة على البحر المتوسط، زي مينا اسكندرية ومينا دمياط. عندي كمان في موانئ موجودة على البحر الأحمر زي الغردقة وسفاجة. البحر المتوسط ده في شمال مصر، عليه 2 مينا: مينا اسكندرية وعندي مينا دمياط. طيب البحر الأحمر ده فين؟ في شرق مصر، عندي 2 مينا بنستخدم فيه نقل بحري، بنقل بضاعة من وإلى مصر، من مصر لدول العالم ومن دول العالم لمصر. زي الموانئ اللي موجودة على البحر الأحمر: مينا الغردقة ومينا سفاجة. مصر بتعمل جهود عشان تطور وتحدث من الموانئ اللي موجودة فيها، بهدف يا ترى هدف مصر في انها تطور كل شوية وتحدث الموانئ اللي موجودة فيها عشان تقلل زمن انتظار السفن خارج الميناء. طبعا الميناء فيه حاويات، الحاويات دي جايبها السفن، فالسفن وهي جاية بتنتظر دورها عشان تفرغ الحمولات ديت، البضائع اللي هي جايباها، فبتاخد وقت انتظار. فعشان مصر تقلل وقت الانتظار ده والبضاعة دي تنزل بسرعة وتبدأ تتوزع وتتباع وتدخل، تمام، مصر بتعمل بتطور المينا عشان السفن تدخل على طول تفرغ الحمولة بتاعتها من البضائع وترجع تاخد لو في بضائع تانية هتاخدها وتنقلها لدولة تانية أو مكان تاني. عندي كمان هدف: زيادة كمية البضاعة المتداولة.
يعني لما السفن يقل زمن انتظارها هتنزل بضائع اكتر، هيبقى في عندي كميات بضائع كبيرة تدخل السوق المصري، يبقى في عندي حركة تبادل تجاري او رواج تجاري او ازدهار في كمية البضائع المتداولة اللي خارجة وداخلة من الموانئ المصرية. كمان تالت هدف زيادة مساحات التخزين داخل الميناء، يعني انها بتوسع الموانئ، يبقى عندي مساحة كبيرة تقدر تاخد كمية أكبر من البضائع اللي جاية من مختلف الدول، وكمان البضائع اللي مصر بتصدرها لغيرها من دول العالم. دي 3 أهداف مصر حاطة عينها على الأهداف دي، بتطور الموانئ المصرية، بتحدثها كل شوية عشان تقلل زمن انتظار السفن اللي موجودة خارج الميناء انها تدخل الميناء على طول تفرغ البضاعة، وبالتالي هيحصل زيادة كمية في البضائع اللي متداولة اللي داخلة وخارجة للموانئ المصرية. ومصر بتزود مساحات التخزين داخل الميناء عشان طبعا يبقى فيه عندي كميات كبيرة نقدر ان احنا نحط كل البضائع سواء اللي جاية مصر او اللي خارجة مصر من الموانئ عشان حركة السوق تبقى افضل. طيب يا ترى الأهداف دي هتعمل إيه؟ بتساعد على تنشيط حركة التجارة، زي ما أنا قلت يبقى في تبادل تجاري، يبقى في ازدهار تجاري هيعمل ازدهار في الاقتصاد المصري، ده بينشط حركة التجارة. تعالوا بينا يا حبايبي نشوف النقل الجوي، طبعا اللي هو الطيارات، أهميته ومميزاته وعيوبه. عندي أول حاجة أهميته، بنستخدمه في نقل الركاب والبضائع سريعة التلف، في بضائع بتبوظ بسرعة فدي محتاجة تتنقل بوقت أسرع. طيب بنستخدم لها النقل الجوي، الطيارات أسرع وسائل النقل بتنقل بسرعة، فعشان كده ليه النقل الجوي أهمية، نحط في اعتبارنا أهميته بننقل بالركاب المسافرين، كمان البضائع سريعة التلف. لازم نحفظ كلمة البضائع سريعة التلف مع النقل الجوي، ده اللي بيخليه مميز ومختلف عن النقل البري والنقل المائي سواء كان نهري أو بحري. تعالوا بينا نشوف مميزات النقل الجوي. يتميز بالسرعة والانتشار، زي ما انا قلت ان هو اسرع وسائل النقل، الطيارة دي سريعة قوي، اسرع من العربية او الشاحنة، اسرع كمان من القطر او القطارات. كمان الطائرات بتقدر انها تتخطى المرتفعات والبحار، يعني مثلا في عندي جبال وهضاب ومرتفعات، مين اللي بيقدر يتخطاها ويمشي فوقها براحته؟ بقى عندك المجال الجوي واسع، الطيارة عندها المجال الجوي واسع، الطيارة. كمان البحار بتقدر تمشي في البحار والمحيطات كمان، يعني مسافات طويلة في الجو بتقدر تتخطى كل الحاجات دي. يبقى أهمية النقل الجوي إنه بنستخدمه في نقل الركاب والبضائع سريعة التلف، نحط خط تحت كلمة سريعة التلف، مهمة أوي نحفظها. كمان مميزاته، بيتميز بالسرعة والانتشار، بينقل أسرع، وكمان انتشار، بينقل البضاعة بسرعة وديها لمكان تاني، لو في بضاعة جديدة بتنتقل وتنتشر من مكان للتاني. بيتخطى المرتفعات، هضاب بقى وجبال، وكمان البحار. العيوب بتاعته، تكلفة الاستخدام، التكلفة المادية مرتفعة، التكلفة المادية مرتفعة لما نيجي نقارن النقل الجوي بالنقل المائي مثلا أو النقل البري، يبقى عيوبه إن تكلفته مرتفعة، أجي أدفع كتير، تكلفة مادية عالية بالنسبة لبقية وسائل النقل التانية. أهم المطارات اللي موجودة في مصر، مصر فيها كتير من المطارات الدولية اللي بتعمل رحلات جوية من مصر لدول العالم، من مصر لطوكيو، من مصر للولايات المتحدة، من مصر لفرنسا، من مصر لجنوب أفريقيا، من مصر للسعودية، من مصر لتونس، من مصر للجزائر، من مصر لأي دولة موجودة حول العالم. دي المطارات الدولية اللي هي بتعمل رحلات من مصر لخارج مصر. زي عندي مطار القاهرة الدولي، موجود فين؟ في القاهرة اهو، زي ما احنا شايفين كده في الخريطة، ده مطار القاهرة الدولي. وعندي مطار برج العرب اللي موجود في محافظة اسكندرية. يبقى عندي كم مطار؟ كتير من المطارات في مصر، هعطيك 3 أمثلة. مطار القاهرة الدولي موجود فين؟ في القاهرة. وعندي مطار برج العرب اللي موجود في اسكندرية. وعندي مطار أسوان. دول النموذج أو النماذج بتاعة المطارات الدولية اللي موجودة في مصر. نحفظ تاني مع بعض، مصر فيها كتير من المطارات الدولية، العديد من المطارات الدولية، زي عطيك أمثلة: مطار القاهرة الدولي، مطار برج العرب في الإسكندرية، ومطار أسوان. حبايبي الحلوين، تعالوا بينا نكمل الدرس. يا ترى ايه هي جهود الدولة عشان
ندخل بقى في مرحلة استخدام النقل المستدام، اللي هو استخدام وسائل نقل بتستخدم مصادر طاقة نظيفة. مصر بتعمل جهود كبيرة عشان تقدر تدخل وتتوسع في مجال استخدام وسائل النقل الآمنة، أمان للركاب وكمان حديثة، يعني مواصفاتها حديثة، عشان خفض معدلات تلوث الهواء. لو احنا استخدمنا وسائل نقل مستدام هنقلل من معدلات تلوث الهواء. كمان نشجع المواطنين ان هم يستخدموا وسائل النقل الجماعي زي الاتوبيسات مثلا، عشان تقليل استخدام السيارات الخاصة. ما يبقاش كل واحد يستخدم عربيته الملاكي في اي مشوار او اي رحلة او اي مثلا اتجاه او ينتقل او يترحل من مكان للتاني. تالت حاجة معانا توفير استخدام الوقود، عشان كده عملت تحويل كتير من العربيات عشان تشتغل بالغاز الطبيعي بدل من البنزين. كمان زيادة أعداد الأتوبيسات الكهربائية والأتوبيسات اللي بتمشي بالغاز الطبيعي. 4. مصر بتسعى إنها تخلص مشروع القطار الكهربائي السريع اللي هيربط مدينة العين السخنة بمدينة العالمين الجديدة وهيمر بالعاصمة الإدارية الجديدة. مصر بتجتهد عشان تخلص المشروع ده. كمان عايزة تخلص مشروع المونوريل المعلق اللي هيربط بين المدن المصرية، هيربط بين كتير من المدن المصرية، بالإضافة إلى ربطها هيربط المدن دي بمترو الأنفاق. يبقى مصر بتعمل جهود عشان تتوسع في مجال استخدام النقل المستدام، عشان تخفض معدلات تلوث الهواء وتشجع المواطنين ان هم يركبهم او يستخدموا وسائل نقل جماعي عشان تقلل استخدامهم للسيارات الخاصة اللي هي السيارات الملاكي او العربيات الملاكي، وتوفر استخدام الوقود. عشان كده حولت كتير من العربيات انها تشتغل بالغاز الطبيعي، وزودت عدد الاتوبيسات الكهربائية وكمان الاتوبيسات اللي بتمشي بالغاز الطبيعي. مصر بتسعى انها تخلص مشروع القطار الكهربائي السريع اللي هيربط بين مدينة العين السخنة ومدينة العالمين الجديدة وهيمر بالعاصمة الإدارية الجديدة. حبايبي الحلوين، خلصنا درس النهاردة. ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم الدروس والفيديوهات اللي جاية. كانت معاكم مس مروة، أشوفكم قريب في فيديو جديد ودرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.